يابا السلام عليكم. نبتدئ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونبلش الفيديو الحماسي. بسم الله وعلى بركة الله. اليوم رحلتنا وين؟ أكيد حزرتوا من العنوان. احنا رايحين إلى مدينة البرتقال، إلى محافظة ديالى. جبت الجنطة وحطيت بيها ملابس والأشياء اللي أحتاجهن، يعني راح نروح نبات وثاني يوم بالليل نرجع. خوال علي ساكنين بديالة، وأخت علي حماتي يعني هم الزوجة هناك بديالة، فراح نروح يم بيت أختي ونبات يمهم، يعني هم دائما يعزمونا، وإجا الوقت المناسب إنه نروح وهم نقضي سفرة سريعة وحلوة، وإن شاء الله نونسكم وتقضون وقت حلو ويانا. هذا اليوم صادف يوم خميس، أنا كنت الدوام وعلي كان الشيفت عنده صبحي. بما أنه علي بس استراحة عنده يوم الجمعة، فأي طلعة عندنا لازم تكون يوم جمعة، فقال أرجع من الشغل أصلي ونتغدى ونرتاح ونطلع يعني ورا 6. فأنا من الليل حضرت الجنطة، قلت خاف أحل من الدوام وما لحق، بما أصب غدا بما أصلي هيك يعني. تتذكرون مرة لما قلت أنا متمنية أزور كل محافظات العراق، وديالة من المحافظات اللي أنا أبد ما رايحة لها، أول مرة أروح لها، فما كان عندي أي توقع له. هالشي راح نشوفه إن شاء الله أثناء الفيديو، وراح أقول لكم شنو صار وشنو شفت وشنو رأيي. بس إجمالا كنت كلش متحمسة، عبالي أروح البستان وأقطع برتقال بيدي. الله عشت الدور يعني. قالوا لي هسه مو موسم برتقال نهائيا، وحتى البساتين يعني ما بيها، يا إما قليل يا إما يعني موسمه خلصان. قلت لهم لا حرامات. قالوا يلا إن شاء الله تجيني بموسم يكون يعني البرتقال موسمه ان شاء الله، يعني مستقبلا لما نصير عندنا روحات هواي اوعدكم يعني اهل ديال لا تزعلون علي والله. فد يوم هم يعني ابلغكم اكيد. هالمره ما قدرت لان رحله سريعه، تعرفون انا رايحه مكان اول مره، فهمتوا قصدي. قلت للعلاوي هسه المتابعين اللي متابعيني من أهل ديالة صح راح يزعلون علي بس يفرحون، لأن أنا جيت هناك وصورت أماكن بديالة. هسه شوفكم أكيد كلش متحمسة أني. هذا النبق خلي أضحككم. علاوي مو بالأسواق يقول يمنا نبقة، يقول شفت العالم تلقط، صار هوا عالي ونبق وقع هواي، قلت خلي لقط على الواهز وجايب نبقكم. قالوا خذينا بالطريق شوية ناكل، مع العلم هو قال أنا بالطريق أبد ما أكل، يقول لي بس يلا على واسك. يقول كنت أخذ أمي الله يرحمها لديالة ونروح سوية، يعني نشوف خوالي نشوف أقاربنا هناك ونرجع. سبق وأن سولفت لكم قلت لكم علي والدته ووالده وأخته توفوا بكورونا، فمقبرتهم هم بديالة، فهماتين نروح يعني نزور الأقارب، وهم علي يروح يزور قبر أهله. فهو بالنسبة إلى روحة ديالة روحة مو سعيدة، فهمتوا قصدي؟ يعني يتأذى وينقهر ويرجع. بس هالمرة الروحة وياي كانت مختلفة. أنا سويت له أجواء، سويت له واهس، حاولت أغير من يعني أجواء شوي. أخذنا تاكسي الباب المعظم، نزلنا يما فرانس سعفة الذهبية. قلنا حتى ناخذ حلويات البيت أخت علي، بيت حماتي. ما أعرف لحد الآن أقول بيت حماي بيت حماتي، متعلمة بيت أخت علي وبيت أخو علي، إن شاء الله أتعلم حبايب. أي أخذنا هيجي بقلاوة وكم شغلة كليتشي تمام. وما كنت تعرفوا مين نصعد مثلا من الجراج أو سيارة صغيرة. قال لا فطومة شوفي هالكيات يصيحون بعقوبة، يسموها بعقوبة، أنا أقول بعقوبة. النفر 3000 دينار، يعني والله أشوفها كلش زين. عاد صعدنا كيات بعقوبة يابا، والكي بسرعة قبضت، وهنا أنا بالطريق يعني صار الدنيا ليل والجو حلو. نسولف شوية عن هالمحافظة الحلوة والعزيزة. يطلقون عليها اسم مدينة البرتقال لأن اشتهرت بزراعة البرتقال، ومو بس البرتقال لا، يعني هي مشهورة بالزراعة بصورة عامة، زراعة الفواكه الخضر، وأكيد مركزها بعقوبة. نزلنا من الكية، جانا زوج أخت علي أخذنا للبيت، مو بعيد يعني مسافة قليلة، وضيفونا ذيك الضيافة وما قصروا وجايبين عشاء. طبعا أول ما طبينا البيت أخت علي حضنته وقام تبكي، يعني هو بعد من ريحة الغوالي. مع العلم اجتنا أكثر من مرة، بس طبت الأخ على أخته ما تتخيلون إيش قد تفرق. يعني هي تحس بشي حلو لما أخوها يطبلها يذكرها، وكانوا كلش فرحانين بينا وحارة وشنو يسوون. قلنا لهم ليش مكلفين نفسكم، ليش جايبين هالقد، يعني قابل احنا غربة. قالوا صدق كذب، يعني والله ماكو هيجي، كلش زحموا نفسهم. ان شاء الله يا رب نطب لكم بالافراح وبيت العامر.
طبعا مشترينا حلويات من يم السعفة الذهبية. فورا العشاء يعني قدموا لنا تحلية. هاي البقلاوة ما توقعتها هيش طيبة، بدهن حار وصدق طيبة. قلت له أدري والله كان جبت هواي منها. وصبونا شاي مهيل يابة. وراها جيت صليت بس بقيت بملابسي، يعني قالوا يلا بالليل، يعني صار تقريبا ب10:30 هيجي. زوج أخت علي قال يلا أفركم بديالة وأشوفكم إياها. أخذنا بسيارته بجولة بشوارع ديالة. طبعا أنا ما كان عندي توقع، يعني هل هي مثلا حلوة، إنه راح أحبها ما راح أحبها، ما كان عندي أي توقع. شايفين مثلا أكو مكان من طبون تختنقون، يا سبحان الله والله العظيم هالمحافظة من طبيت لها انشرحت نفسي. هاي أول شي. ثاني شي شوارعها واسعة واسعة هيجي، يعني تشرح النفس. ثالث شي كان هوا كلش طيب، وفتحنا الجام مال السيارة، يعني والله حسيت نفسي بش احكي لكم، حسيت نفسي يعني بغير مكان بغير دنيا. الله يحفظها يا ربي ويحفظ أهلها وناسها، ونوجه أحلى تحية لأهالي وسكنة محافظة ديالة الغوالي. وكانت الجولة كلش حلوة، ما تتخيلون يعني ساعة كاملة هو يفر بينا بعقوبة بالمناطق بالشوارع. كان فعلا يعني خير دليل سياحي. ولو ما هو كان احنا ما تونسنا هاي الونسة، فنحب نوجه له تحية. طبعا أنا ما أذكر أسماء أقول يعني خاف يستحون. فبعدين فتنا من يم الكورنيش، تمنيت قلت له هسه أنا أنشر ستوري أقول حبايب قلبي أنا بدي هالي وعلى الكورنيش اللي حاب يجي. قلت والله هواي ناس متابعيني ويحبوني وراح يجون، بس يعني شرحت لكم الأسباب. أنا ما أقدر، خصوصا إحنا وقتنا محدود، وقتنا ضيق. إن شاء الله تتعوض بإذن الله. وبعقوبة ترحب بنا. شو تقولون؟ أقول بعقوبة لو بعقوبة؟ أنا يعني متعلمة أقول بعقوبة، يعني أعرفها بهيش تسمية، بس شفت الأغلبية يقولون بعقوبة. وأني ليش كنت فرحانة؟ هواي ناس متابعيني بديالة. فقلت لما راح أنزل فيديو راح يقولي فطومة مريتي بهالشارع، فطومة مريتي من هالمكان. يعني خصوصا يعني سكنة المحافظة نفسها يعرفون الأماكن ويندلون المحلات أكيد. وشوفوا يعني والله الشوارع حلوة. أكثر شيء عجبني إنه الشوارع مفتوحة نفها، يعني مو ضيقة مو مختنقة عرفتوا؟ وأريد أقول لكم والله أنا أحبكم كلش هواية، ولو بيدي والله يعني أجمع محافظات العراق كلها وأسوي تجمع، لو بيدي لو تبقى علي. يعني حماتي قالت ها اكو حدائق هنا اذا نروح لها، اكو اماكن كلش حلوه يعني ومنتزهات وهيجي، بس مثل ما تعرفون احنا وقتنا يعني محدود. والله وحتى ثاني يوم تدرون تمنينا نبقى نبات. وبعد هالجولة الحلوة في شوارع ديالة الحبيبة أخذونا المرطبات ناكل موطة. هنا تقريبا الساعة صارت ب12 هيجي. هنا جينا أكلنا كانت كلش طيبة، يعني طعمها صدق طيب، يعني توب. أكلنا وكملنا وكانت الجولة حلوة. بيومها شقد كنا تعبانين ومداومين ورايحين طريق، بس انشرحت نفسنا بشكل. وهنا رجعنا للبيت تقريبا بالوحدة. حماتي فرشت لنا بالاستقبال، قالت خلنا ناكل فواكه، وقلت لها والله شبعنا كلش، يعني بعد انا ما اقدر، بس شنو هذا ما يمنع انه شايفت لي برتقاله، قالت هذا برتقال ديالي، قلت ايده ذوقي صدق طيب. يعني انا عبالي ما بيفرق عن البرتقال اللي عندنا او المستورد، لا يعني يفرق طعمه مال ايام قبل صدق، يعني يخبل. طبعا ظلينا نسولف، اخذتنا السوالف ما نمنا. حماتي شايفة ترقي على عصير، يعني نمنا تقريبا ثنتين ونص. قعدنا الصبح لميت الفراش. طبعا هي ما قبلت اسوي اي شيء، ما قبلت اشتغل بالقوة، حتى الفراش لميته. وقعدت من الصبح الله يعطيها العافية. سوت ريوق. طبعا لاحظت اكو فقرة مشتركة هي ومصطفى، اكثر مرة بالريوق يحطون روبة، ما اعرف يعني هم تحطون روبة بالريوق حبايب؟ صدق طيب، يعني هم تنوكل بالصمون وهيجي. وخير من الله قعدنا وتريقنا على اساس اروح ويا علي للمقبرة. تمام حبايب؟ قالوا لا ما يجوز تروحين انتي يعني عروس وخاف، ما اعرف يعني قالوا انه شيء مو زين. فقال علي ستر علي يعني قعدي وسكتي، انا اروح اني يعني ورجل حماتي يروحون اثنينهم للمقبرة.
فضل لي أنا بالبيت سوت تبسي مطبق، قالت علاوي يحبه، وسوت تشريب لحم أبيض هم قالت علاوي يحبه على طريقة أمي الله يرحمها. قلت لها تمام خلت أتعلمه حتى أنا أسوي هي مثل ما أنتم تسووه، لأن هو قال لي مرة، قال لي أنا التشريب يعني أحبه هيك أبيض ما بيه توابل ما بيه شغلات، التبسي مو تقلى، أحبه مطبق يعني كل الأشياء تصفط وتنحط فوقها صلصة، بس شنو صدق طيب صار حتى أطيب من التقلى. أصور لكم إياه في يوم حبايب إن شاء الله، ويعني أشارككم الطريقة اللي أنا تعلمته، يعني شفت قدامي شلون سوته، وسوت تمن شعرية وهم طبخهم كلش طيب. يا دوب سويت الزلاطة، الله وكيلكم كل شيء ما خلتني أسوي، بس الزلاطة سويتها. فانتظرناهم يجون، اجوا كملنا جينا هنا نصب غدا، ولقمة هنية تكفي 500. شايفين لما يكون الأكل طيب وانتو تاكلون يعني توصلون مرحلة بعد الشبعون ما تقدرون وتنقهرون، ليش حرامات شبعت أريد أكل بعد الأكل طيب. بس يعني الله يعني أكلت وشبعت. وتقولي ما أكلتي أكلي، قلت والله سألي علي، قالها لا والله أكلت. وبقى دجاج على الفحم مال قبل بيوم، هماتين حمينا وشلون تبسي خبل، يعني شوفوا المناظر تتكلم، ولبن وخير من الله، وقعدنا وأكلنا من كل وخاطرنا. عاشت إيدك حبيبتي وما قصرتي، بيت العامر، وإن شاء الله يا رب هيجي بيتك ينترس أطفال. أريد أدعي لها إن شاء الله بالذرية الصالحة ويملون عليها حياتها، آمين يا رب العالمين. وقعدنا هنا نتغدى، ما أحكي لكم على التبسي شلون يعني جمال، شلون طعام، واللحم هم يخبل كلش طيب والله. أكلنا وشبعنا الحمد لله والشكر، وشربنا شاي ارتاحنا شوية. والعصرية إيش سويت؟ قلت خل أبدل وننطلق نروح الخوال علي. تخيلوا هاي جولتنا كلها، يعني احنا وصلنا بالليل وبهذا اليوم لازم نرجع لبغداد. فبدلت هذا الاوتفيت يعني اللي لبسته، وطبعا حطت لي كومة غراض بهاي الجنطة مال السفر تجيب وتحط لي. والله حبيبتي لا تكافي نفسك، ما هاي قالت ابد، والله يعطيها العافية فدوى لقلبها. واخذنا زوجها البيت خوال علي، نحب نوجه له تحيه، نقول له رحم الله والديك والله لان انت ونستنا وطلعتنا وفريتنا، وراد ياخذني حتى البستان للامانه. قال بس والله هسه مو موسم برتقال، بحيث ايش قد افترينا حتى برتقال ما لقينا، بالقوه لقينا يعني بس 2 يبيعون. ردنا نشتري الكيلو ب2.5، واحد قوة حسب الكيلو ب2000. همتين جبنا كم كيلو لأن الأغلبية يعني مو جديد، عرفتوا قصدي؟ بس يعني مترهم نروح لبغداد وما ماخذين صوغة برتقال. عيني المتابعين من أهل ديالة اللي يجي أنا أريد برتقال حطلب بلساني أريد برتقال ما علي ما شبعت والله. وزوج حماتي وعدني قال لي من يصير موسمه تعالي واخليك تدخلي للبستان وتلقطين بيدك، وكل برتقاله هالكبرها. قال حتى بوقتها يصير سعره رخيص كلش. وهنا زوزة زهورة ذكرتوها لي بالعرس، كانت ترقص شعرها طويل حبيبة قلبي. زرنا خوال علي واحتراما يعني الخصوصية، أنا أول مرة أروح لهم، ويعني هم الأغلبية ما متابعيني، بس يعني خوات علي متابعيني، فيعني ما صورت. فرحنا والله رحبوا بينا وضيفونا وكملنا ورجعنا. وعسى زوج حماتي هو يوصلنا لبغداد، بس عنده بيومها خفارة ما قدر. وصلنا يم سيارات بغداد، صعدنا الباب المعظم، نزلنا ردت من السعفة الذهبية، عجبتني البقلاوة ردت أجيب، لقيناهم معزلين، فلقينا أبو معجنات مفتح. حتى هم ناخذ الأهل أشياء لما لحقنا من ديالة نشتري، مثل ما تعرفون شفتوها يعني الجولة سريعة. وأخذنا تاكسي ورجعنا لبيتنا، وبهيج شكل انتهت رحلتنا. إن شاء الله تكونوا تونستوا ويانا، أنا كلش أحبكم، الله يحفظكم، مع ألف سلامة وباي باي.